المنتخب العراقي يرعب المرشح الأول لكأس العالم. يا عزيزي إذا قبل هي المباراة بتروح بتسأل أي إنسان العراق ولا إسبانيا بيقول لك بكل استهزاء يا عم العراق رح تخرج بفضيحة، وفضيحة أخرى عم تستناهم بكأس العالم بدوري المجموعات. هلا منطقيا إنه يكونوا منافسيك فرنسا، النرويج، السنغال، فأنت أكيد خارج البطولة. ولكن لا والله بعد أداء المنتخب العراقي قدام الإسبان صار عنا طموح بخلينا نتأهل من دوري المجموعات كثالث على الأقل. بداية المباراة بلشنا بهدف فيران توريس يلي بصراحة كان فيه تهاون من الدفاع وبيحمل جزء منه حارس المرمى. هون الكل قال لك يا عزيزي يلا رايحين فضيحة وسكور تاريخي للإسبان، ولكن والله أسود الرافدين لعبوا لعب رجال. المباراة كلها في كفة وهدفك يا دوسكي في كفة أخرى. أنت شايف كيف استلم الكرة ومشي فيها شوي وعمل سكان على منطقة الجزاء ليشوف إذا في حدا من زملائه ليعمل عرضية، ولكن أثناء نظرة دوسكي لاحظ إنه الحارس جوان غارسيا متقدم عن خط المرمى، وبدون تفكيره بكل رجولة سدد كرة صاروخية، كرة خلت الحارس الأفضل في الدوري الإسباني هذا الموسم ما يشوفها. اليوم دوسكي من العراق وفي الأمس حاج موسى من الجزائر يلي خلانا ننتصر على هولندا. ورسالتي أنت كمشجع أو لاعب ادخل المونديال بثقة ورجولة وشجع والعب وقاتل ولا تقلل من إمكانيات منتخبك مهما كانت ضعيفة.